هو باي شياو تشين عيل غلبان كده وعيلته ماتت من فترة، وحاليا بقى بيحوى عود بخور، وده علشان يستدعي واحد معلمه الفنون القتالية. بس البواب بيهجم عليه من كل ناحية. بعد لحظات بينزل شخص من السماء، ايوه ده سيد قمة السحاب من طائفة الجدوى الروحي، ويدعى لي تشينج. وعلى طول باي بينحني له وبيبدأ يعيط له، بيقول له انا ابويا حامل امي في الجيش او جو خدني تلميذ عندك. انا بقالي 3 سنين باجيلك هنا لان كان في عهد بينك وبين اسلافي، ومضمون العقد ده انك تاخدني تلميذ ليك علشان اتعلم الفنون القتاليه. بس الغريب ان التشينج بيوافق بسهوله، وبياخده على السيف وبيتوجهه لطائفه الجدوى الروحي. بيسيبه في قمه السحاب وبيقول له تعامل يا نجم النجوم. ولما بيقوم بيلاقي قدامه دولاب يدعى تشينج داهاي زعيم عمال المطبخ. بيقول له من النهارده انت معانا يا صاحبي. بيجي شخص تاني كده وهو متعصب وبيشتم في عمال المطبخ لان هما بيستغلوا سلطتهم وبيضيعوا مجهود الناس التانية، وان هو تعب جدا عم قدروا يستوفي شروط الانضمام ليهم. لكن دلوقتي جايبين عيل تافه يضموه مكانه، وان هو النهارده لازم يخلص عليه وبيهجم على باي. لكن تشينج داهاي بيحميه وبيقول للشخص تاني ان هو اتغفل لان السماسرة ضحكوا عليه. بس الشخص ده مش بيستسلم وبيقوم علامة تحدي على باي وبيخلع من المكان. تشينج بيطمن باي وبيقول له ان طالما هو جوه المطبخ مش هيقدر يعمل له حاجه، وبيبدا يعرفوا على وظائف المكان وان هما بيعملوا الطعام الروحي وبيقدموه لكبار الاكاديميه. واللي بياكل الطعام الروحي ده طاقته الروحيه بتزيد جدا. وبيعرفوا ان تلاميذ المطبخ عددهم 8 وهو التاسع، وبياخدوا على مكان الاسلحه الروحيه واللي كلها بتكون عباره عن اطباق كبيره. والاطباق ديت بقى ليها ميزه، وهي ان لو حد من الطائفه شافها معاك ما يقدرش يعمل لك حاجه. بمعنى تاني كده معاك واسطه يا صاحبي. بيبدا باي يختار بس بيغيب وبيفضل يختار اليوم كله، وفي النهايه بيختار طبق شبه السلحفه كده، بس الطبق ده من زمان محدش اختاره. المهم تشانج داهاي بيديله حقيبه سحريه فيها مجموعه من الحركات والتقنيات، وبيقول له ان ديت هتساعده في التدريب. وبالليل بيفضل باصص على ايده وبيفتكر الشخص اللي ساب العلامه ديت، وبيقول ان هو اخيرا بقى عنده امل في تعلم الفنون القتاليه، وان هو استحاله يموت هنا وبالطريقه ديت. لا لازم يكمل ويكون اقوى ويعيش حياه طويله فخور بانجازاته. بعدها بيطلع لوحات فنون القتال اللي اخدها من تشينج داهاي وبيبدا يقرا ويتعلم منها. بس بيفتكر كلام تشينج داهاي ونصيحه عن الفنون القتاليه، وان هو لازم يتعلم فنون الموجه الارجواني. بيبدا باي ينفذ، لكن بعد شويه بيبدا يصيح لان هو مش قادر يعمل اي تقدم. لكن بيلاحظ ان في اشخاص في الخارج، فبيطفي الشمعة كده وبيحاول يشوف بيعملوا ايه. وبيتصدم لما بيلاقي تشينج داهاي وبقية تلاميذ المطبخ بيسووا اكل روحي من المطبخ. بيحاول يخلع، لكن تشينج داهاي بيلاحظه وبيشد جوه وبيقول له بما انك شفت كل حاجة فاستحالة نسيبك تمشي، لازم تاكل معانا. ما هو اللي ياكل لوحده يظهر بوضع يا نجم النجوم. وبعد لحظات بيكون الكل خلاص بقى على اخره من الاكل، وواحد من اخوات باي الكبار بيبدا يديله بعض النصايح وبيقول له ان هو لسه في بداية مسيرته ولازم ياكل بعض الاكل الروحي لان ده هيسهل عليه الوضع اكتر. بعدها بيسأله عن الكتاب اللي اداهوله اذا كان حفظه ولا طنش الموضوع. باي بيقول له عيب عليك يا معلم، انا حفظت كل تفصيلة فيه. وبيبدأ يشرح له كل المعلومات اللي بداخل الكتاب اللي بتكون عن المطبخ. الله عليك يا ابني والله. المهم بعدها بيتوجه لغرفته، بيبدأ يتمرن، بس بيلاحظ ان الالم اللي كان بيشعر به وقت التدريب اختفى. وبيفهم وقتها ان ده بسبب الاكل الروحي لان هو وسع مسارات الطاقة في جسمه. بيتشجع وبيكمل تمرين، وبيعدي وقت كبير وهو في وضع التأمل. وفي النهاية قوته بتتحسن بفارق كبير جدا. بيتوجه بعدها للمطبخ، بس بيستغرب من حجمه وشكل الرز الروحي. في النهاية بيبدأ يطبخ معاهم، واثناء الطبخ بيحصل شيء غريب. القدو اللي قدامه بيبدأ يتوجه بشكل مبالغ فيه. بعدها بينتقل بين المشهد لباي وهو قاعد مع اخواته الكبار اللي بيقولوا له ان هم فكروه مات يا راجل لان هو بقاله بتاع 5 ايام مختفي. لكن ما كانوش يتوقعوا ان هو عدى المرحلة الاولى من تكثيف التشيء. بيقول لهم ده اقل حاجة عندي، مجرد بس ان اخدت الموضوع جد مش اكتر من كده. المهم بيحكي لهم عن الشيء الغريب اللي قابله اثناء الطبخ. هما بيضحكوا عليه شويه وبيفهموه ان هو كان بيتهيأ له مش اكتر. هو اي نعم الرز ده مفيد وغني بالطاقه الروحيه، لكن ان هو يطلع هالة بالوصف ده شيء مستحيل البتة، لان في الاخر هم مجرد تلاميذ متدنيين المستوى يعني كحيانين يا صاحبي. وبنعرف بقى ان في العالم ده في 3 انواع من الصقل: صقل الاعشاب بمعنى تاني الكيمياء، وصقل المعادن اللي هو صقل الاسلحه يعني. النوع التالت بقى هو نوع صعب شويه، صقل الروح. ونوع الصقل ده صعب اي حد يتعلمه لان هو قوي جدا. ده حتى السيف اللي بيحمي الطائفه معمول ليه صقل روح 10 مرات بس، يعني سلاح خارق للطبيعه. هنا باي بيفهم ان القدو اللي شبه السلحفه ده اداه لصقل الروح، وبيقول
وبيقوله ان هو هيفيده جامد بعدين، بس في الوقت الحالي لازم يخبي ده عن الجميع لان لو حد عرف هو هيكون في خطر والكل هيتقاتل معاه. المهم فاكرين بقى التلميذ اللي كان حاول يقتل باي اول لما وصل للطائفه؟ هو ده بقى اسمه شو باي، وبيكون مستني باي يطلع علشان يخلص عليه. باي بيلاحظ الموضوع ده وعلشان كده بيبدا يكمل تدريب لان شو باي من الليفل التاني، اما هو لسه في المستوى الاول. بيفشل وبيحاول تاني، بيعدي شويه وقت والقدو بتاعه بيظهر عليه بعض النقوش، وده بيأكد ان هو اداة روحيه. بيفتكر باي ان هو صقل السيف الخشب موتين، يعني كده يقدر يواجه شو باي من غير اي خوف. لكنه بيفتكر ان في شيء غريب حصل، القدو بتاعه اضاء بشكل مبالغ فيه وفي شعاع ابيض خرج من جبهته ودخل جوه القدو ده، ومن وقتها والشعر اللي على جبهته اتحول للون الابيض. هنا باي بيفكر ان كده العمر الفطري بتاعه قل، والفكره نفسها بتخليه يتجنن وبيبدا يعيط. بيشاور على القدو بتاعه وبيقول ان كل ده بسببه هو وشو باي، لان لو ما كانش شو باي يتحداه ما كانش يتمرن بجنون كده. اللحظه ديت تشانج داهاي بيخبط على الباب وبيطمن عليه لان صوته كان عالي جدا. باي بيطلع وبينادي باعلى صوته على شو باي وبيقول له تعالى لي ده انا هفشخك، بس تشانج بيهديه وبيقول له زمانه اتخلى عن فكره القتال اصلا. هنا باي بيقعد بصدمه لانه عمره قل في الفاضي، ده حتى مش هيقاتل الشخص اللي بسببه عمره ضاع. واحد من زمايله في المطبخ بيفهم الوضع وبيقول له انزل اعمل لك شويه مهمات كده، كل مهمه هتزود عمرك سنه. لكن وقتها بيجي احد الطلاب وبيقول لتشينج داهاي ان في مصيبه حصلت في المطبخ. المهم بنروح لباي وهو بيتمشى وفجاه بتقع منه باللوه السحويه، والمفاجاه المعلم شو باي بيدوس عليها وبيقول له يا اخوان خرجت يا سلحفاه فانت، ده انا مستنيك من زمان يلا. وبيظهر اتنين من لجنه الرقابه ودول بقى جايين يواقبوا القتال وبيأشرفوا عليه. المهم باي بيخلع وبينادي على اخواته، لكن لجنه الرقابه بيوقفوه وبيقولوا له لازم القتال يتم. وقتها بيظهر اخوات باي الكبار بيحاولوا ينقذوه. تشينج داهاي بيواجه واحد من لجنه الرقابه، لكن وقتها بتحصل الصدمه. باي وشو لا اثر لهم لكنهم بيلاحظوا حركه بطيئه في العجب. اعضاء لجنه الرقابه بيضحكوا عليهم لان هما كده فاكرين ان شو هو اللي انتصر، لكن لما بيقربوا بيلاقوا المعلم باي واخد وش شو غسيل ومكوى. في النهايه باي بيقول له انا هسيبك عايش المره دي بس وعد مني انا لو لمحت وشك تاني هزعلك يلا. بعدها باي بيلاحظ ان اخواته وصلوا المكان، بيبدا يعيط بقى ويقول هاتوا حق يا جدعان. والصدمه بقى ان هو حاليا وصل للمستوى الثالث من تنقيه التشي، يعني بقى اقوى من الكل او حتى كمان في قوتهم. اخواته بقى بيحتفلوا بيه بس بيسمعوا صوت جرس، فتشينج بيقول ان اختبار التلاميذ الخارجيين بدا وان ديت الفرصه الوحيده لاي شخص ان هو يكون رسمي في الطائفه. لكن الجانب السيء بقى ان بيتم اختيار 3 تلاميذ فقط وبيكونوا ماشيين لانهم استحاله يفوزوا، بس باي بيوقفهم وبيقول لهم مفيش منه احنا هنشارك يا جدعان. وفي مكان الاختبار بيتجمع ناس كبير وتوصل بنت عيله هو، بيبان كده ان عيله هو ديت عيله جامده جدا. المهم يعني الكل بيتصدم من وصول تلاميذ المطبخ للمكان، لان من 10 سنين فاتت ومفيش حد منهم شارك في المسابقه ديت، وده لان هم معاهم موارد ليس لها حدود. وبيقطع الحديث ده وصول قاعه القانون لان هم المشرفين على الاختبار ده وبيعلنوا البدايه. وقبل الاحداث ديت بفتره بيتجمع تلاميذ المطبخ اللي هيشاركوا علشان يعملوا خطه ينجحوا بيها، لان الاختبار ده مش سهل كده. الخطه بقى كالتالي: يستنوا بقيه المنافسين لحد ما يتعبوا وهم يتدخلوا ويكسوا الكل، وغير كده بداوا يتضربوا من نار علشان يستعدوا ويكونوا على اكمل وجه. نعود الى الحاضر وفعلا نفذوا الخطه ديت وبداوا يطلعوا كل التلاميذ من الاختبار. واثناء الاختبار احد افراد قاعه القانون بيبدا يحاول يشتت تشينج داهاي، ولكن على مين؟ ده عمك تشينج التنين يلا باستخدام الطبق العملاق بتاعه بيدمر الطريق، بيشتته ومن ثم بيغفله وبيخلي النباتات الشيطانيه تمسكه. اما عند المعلم باي بيوصل على تحدي جديد والمطلوب منه بقى ان هو يعدي من على الجزر ديت من غير ما يقع، وفعلا بيبدا يعديهم واحده واحده وبيجي على اخر واحده واللي بتكون بعيده جدا، لكن بيتشجع وهوب كان هيقع لكن لحق نفسه على اخر لحظه. المهم بيوصل على نهايه الاختبار وهو والمعلم تشينج داهاي ومعاهم تلميذ ثالث من المطبخ، وطبعا الفرحه مش سايعاهم. وقتها بيوصل المكان مجموعه من التلاميذ والمطلوب دلوقتي ان هم يدخلوا في قتال لحد ما يتبقى 3 منهم فقط لان ده العدد المطلوب. ولكن هنا حيل باي الخبيثه بتشتغل وبيبدا يعيط دموع تماسيح كده، بيقول له انا ابويا حامل ام في الجيش يا جدعان، ولو عليا فانا والله نفسي افكس لام الاختبار ده واوجع لاخواتي في دار الطبخ، بس انا تعبت جامد انا واصحابي علشان نوصل للمركز ده، فبصراحه كده انا مش هسيبه بالساهل، وانتوا فاهمين قد ايه الفرصه ديت عظيمه ليهم. فمن الاخر كده اللي هيدفع اكتر هو اللي هياخد المراكز. بمعنى تاني شخلل علشان تنجح. هنا بقى الشخص بتاع قاعه القانون بيتجنن عليهم، بيقول له باي انت عبيط يا ابني، انت بتسرق وبتنصب عينك كده. باي بيقول له بس يا
اسطى امتى انا خرجت قوانين الطائفه؟ هنا فرض قاعده القانون بيشتعل من الغضب، هنا فرض قاعده القوانين بيتشل لان باي بيعدلوا قوانين الطائفه، وطبعا مفيش قانون بيمنع اللي هو بيعمله. اما عم باي بيقول لهم اول مركز كده خلاص اتحجز، لسه فاضل 2 فهعمل عليهم مزاد بقى. الواد ده هي بكل معنى الكلمه. المزاد بيبدا الاول 160 عمله روحيه، التاني 250 لحد ما بيوصل ل 600 عمله. وقبل ما بيوافق بتتدخل بنت عيله هو بتقول له انا هديك 10 اضعاف. طبعا كلب الفلوس بيوافق كده، ما تبقاش غير مكان واحد. ولكن وقتها بيدخل الواد اللي تشينج كان علم عليه وبيقول لفرض قاعده القانون اللي بيحمل بوابه ان اللي بيحصل ده مشكوك فيه. هو اي نعم مش مذكور في لائحه القوانين، بس لازم ناخدهم لفه كده عند القاعه، وهناك بقى الشيوخ هيتعاملوا بنفسهم. الكلام بيجي على هواه وبيقول له تمام يا معلم، خد بقى المعلم باي ده للقاعه. وفعلا بياخد باي واخواته بيروحوا معاه، بس فرض قاعده القانون كانت نيته خبيثه. بيقول له مش انت عايز تبقى تلميذ خارجي؟ قشطه يا عم انا هساعدك. وغفلوا بيشيلوا بيومه داخل البوابه، وكده خلاص تم تسجيله في القاعه الخارجيه. ولكن الصدمه اللي تم تسجيله هو فرض قاعده القانون. واتاري بقى ان لما هو حدف باي الطابق السحوي بتاع باي اتدخل ودفع فرض قاعده القانون لداخل البوابه، وده بيصدم الكل اللي مش بيكونوا فاهمين ايه اللي حصل اصلا. بس فريق المطبخ الفرحه مش سايعاهم لان هم كده دلوقتي معاهم مبلغ كبير، بس المنحوس برضه هيفضل منحوس لان بتظهر قوه خفيه وبتشد جماعه المطبخ للسماء، وبيتم تسجيلهم في القسم الخارجي. واللي بيكون عمل كده هو العم ليه اللي كان جاب باي الطائفه من البدايه. المهم المعلم ليه بيقول له ان لو هو حاول يتكاسل هيرجع للقريه اللي جه منها، فالافضل ليه ان هو يتمرن بجد. وبعدها بيظهر شاب يدعى يون فيه، وده تم تعيينه من قبل الشيخ ليه علشان يفهم باي كل شيء له علاقه بالطائفه. يون فيه بيقول له ان الشيخ ليه ساب له خاتم تخزين داخله كميه كبيره من الموارد اللي هيحتاجها في التدريب. وبعدها بيوضح له ان الطائفه فيها 6 جبال وكل جبل منهم بيتخصص في شيء مختلف. يعني مثلا جبل شيانج يون واللي هما تلاميذ فيه بيتخصص في الكيمياء. اما في الجنوب يوجد جبلين، اولهم جبل تشيانج فينج وده تخصصه فنون السير، والجبل التاني هو جبل زي دينج وده بقى بيركز على فنون التعويذات. بعدها بيبدا يشرح له مكانه الشيخ ليه في الطائفه وان هو يعتبر اقوى واحد في اسياد الجبال. بعدها بيبدا يوم فيه يديله شويه نصايح وقوانين يمشي عليها، وغير كده بيوديه للمكتبه وبيقول له هنا بقى يا عم هتلاقي تقنيات لا حصر لها، اختار بقى بوحدك منهم. الواد بيتذهل من حجم المكتبه وبيبدا يقاوم بالمطبخ اللي كان عايش فيه، بس في تقنيه بتشد انتباهه. وبالقرب منه بنلاقي الشيخ عجوز قاعد وواحد من التلاميذ بيقول له ان هو مش لاقي التقنيه اللي هو قال له عليها. ومن الواضح كده ان الشيخ ده سمعه تقيل حبتين. وقتها بيحضر وبيقول للولد على مكان التقنيه بالتفصيل الممل، وده بيذهل الجميع خصوصا يونفي لان باي بيقول لاكتر من شخص على مكان التقنيات اللي بيدوروا عليها. وهنا يونفي بيأدرك ان باي شخص استثنائي فعلا. المهم باي بيدي احد التقنيات للشيخ العجوز وبيقول له ان هو عايز ينسخها. الشيخ بيبص له كده بتمعن وبيقول له انت متاكد يا ابني ديت تقنيه الخلود والبقاء؟ وبعدين ديت نسخه غير مكتمله اصلا، يعني ليها اضرار سلبيه كتير، وغير كده اي حد بيتدرب عليها لازم يتحمل الم تدمير جسمه وبناؤه من جديد. باي هنا بيقول له ان هو متاكد 100% ومستعد ان هو يتمرن عليها. بعدها بيتوجه باي للغابه علشان يجمع الاعشاب علشان يتعلم صنع الحبوب، لكن بيظهر فرد من قاعه القانون وبيبدا يطارده وبيحاول يخلص عليه. طبعا المعلم باي الجبان بياخد ديله في اسنانه وبيخلع. وفي مكان تاني بيكون في شخص بيفتح بوابه اختبار الكيمياء، لكن بيظهر باي وهو بيحاول يهرب وبيدخل اختبار الكيمياء بالغلط. وطبعا هو مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، ونظام الاختبار بيكلمه وبيقول له يرسم اي علامه مميزه ليه علشان يتسجل ويبدا الاختبار. الواد بيقعد يفكر ومفيش حاجه في دماغه، ولما بيزهق بيقرر يرسم اي حاجه عشوائيه وخلاص. وعلى الجانب التاني بيكون في بنت اسمها تشو بتعمل نفس الاختبار، بس واضح كده ان هي مشهوره جدا لان بيكون في مجموعه كبيره من الناس بتشجعها. المهم نرجع للمعلم الدنجوان باي اللي بيفعل وضع اهبط بايدك محدش هيفيدك وبيبدا يرسم اي حاجه وخلاص. الاختبار بيبدا وبيظهر اعشاب كتير حواليه وبيبدا يحط الاعشاب بشكل عشوائي لان هو مش فاهم اي حاجه اصلا. وبعد فتره بيكون خلص وبيخرج بواحه كده علشان محدش ياخد باله منه، بس بتيجي بنت عيلة هو اللي كان باي ساعدها وبتقف تتكلم معاه عن قد ايه البنت اللي اسمها تشو جامده جدا وان هي موهبه ما بتظهرش غير كل 1000 سنه. بس وقتها باي بيبدا يحلم ان هو عيل فاجر والبنات هتموت نفسها عليه وان هو اقوى واحد وكده، بس بسرعه بيفوق من احلام العصر واخيرا بتظهر نتيجه الاختبار. بس الصدمه المعلم باي هو الاول في التصنيف يا جدعان، وبتظهر العلامه بتاعته اللي بتكون شبه السلحفه، وعلشان
تكون فاهم الاختبار ده بيحدد عدد الاعشاب اللي الشخص بيجمعها. المهم بيجي عيل ملزق كده وبينادى على تشو. بالمناسبه الواد ده اسمه تشيان وهو يعتبر اقوى واحد في الجيل الحالي، بس واضح كده ان تشو مش طايقاه اصلا، بتسيبه وبتدخل الاختبار لان هي مش قادره تتقبل ان في حد قدر يتغلب عليها. وبعد شويه بتطلع وبتقول ان المره اللي فاتت هي كانت جمعت 7000 عشبه، لكن المره ديت قدرت تجمع 8000 عشبه، يعني كده المفروض تكون اتغلبت على الشخص صاحب علامه السلحفه. لكن بيخيب املها تاني لان رمز السلحفه واللي هو باي يعني بيكون لسه متغلب عليها. البنت هنا بتتضايق، اما عن باي فاللي بيبقى واقف وجنبه بنت عيلة هو اللي بتكون مستغربه ازاي الشخص ده قدر يتغلب على تشو. بس باي العبيط بيكون هيقع بلسانه وبيقول لها ان هو رمز السلحفه، بس بيلحق نفسه على اخر لحظه. في الايام اللي بعد كده موضوع السلحفه ده بينتشر جامد وبيكون ترند الطائفه يا صاحبي، بس بيظهر تشيان في نص الطائفه وبيقول ان اي حد هيجيب معلومات عن السلحفه ليه جايزه كبيره، لكن اي حد هيفكر يدعمه هو هيخلص عليه. وعلشان يثبت كلامه بيخلص على عيل كده كان بيشجع السلحفه، واللي كان بيراقب الكلام ده بقى كان باي ومعاه بنت عيلة هو اللي بتكون رايحه تتخانق مع تشيان. بس على اخر لحظه باي بياخدها وبيخلع وبيقول لها انت اتجننتي، ده هيفتقنا يا وليه. هي بتطنش كلامه وبتقول ان هي لازم تساعد السلحفه علشان يكون المركز الاول في العشر اعمده، لان هو لو عمل كده هياخد الجائزه العظمى. المهم باي بيروح على بيته، لكن بنت عيلة هو اللي اسمها ساو بتجيله وبيكون معاها شويه اكل كده وبتشكره لان هو ساعدها علشان تدخل الطائفه الخارجيه. وبيفضلوا يتكلموا شويه، وفي وسط الكلام ساو بتقول له ان اخوها قال لها ان هما لازم ينتقلوا من مرحله تنقيه التشي لتاسيس القاعده، لان التطور ده هيزود من سنين حياتهم. الكلام ده بيشد انتباه باي اللي بيطلب منها توضح اكتر. هي بتقول له ان لما الشخص بينهي مرحله تنقيه التشي بعد كده بيدخل مرحله تاسيس القاعده، ولكن تاسيس القاعده بينقسم لثلاث طرق وهما العرق السماوي والارضي والعادي، واقل عرق فيهم بيزود العمر 100 سنه. وفي مكان تاني بنلاقي مجموعه شيوخ كبار ومتعصبين من رمز السلحفه. اما عند تشيان فبيكون هيتجنن لان هو مش عارف يجيب اي معلومه عنه، بس بيجيله فرد من قاعه القانون وبيقول له ان هو عنده خطه جامده هيقدروا يمسكوا السلحفه بيها. وبعد كام يوم بيظهر المعلم باي وهو رايح يدخل الاختبار تاني، لان في شائعات ظهرت مضمونها ان فرقه القانون خرجت من الطائفه لاداء مهمه، وهو بيستغل الفرصه ديت علشان يدخل الاختبار تاني. لكن واضح كده ان ده كان فخ وهو فعلا وقع فيه، لان بعدها بيدخل بيظهر جماعه القانون ومعاهم تلاميذ كتير من الطائفه، ده حتى البنت تشو بتظهر. بس تشيان بيقول لها ملهوش لازمه تفضل هنا، انا همسك المعلم ده واجيبه لحد عندي. هي بتقول له انا مش مهتمه، انا بس جاي اعرف مين الشخص ده. فبيقول لها قشطه انا هجيبه من قفاه علشان تعرفي هو مين. لكن الصدمه العشر اعمده بتضيق، ومش ضوء عادي، لا ده الضوء الذهبي يا صاحبي، مشهد لم يستطيع احد رؤيته منذ الاف السنين. الكل بيتجمد من الصدمه، وعند باي بيستلم كنز الطائفه الاعظم وبيبدا الباب يتفتح. الكل واقف مستني يشوف مين الشخص ده، لكن لا يا عزيزي باي بيشتتهم بطبق السلحفه بتاعه وبيخلع من المكان. الكل بيبدا يطارده ولكن مش بسهوله كده، ده الواد اسرع من زباد يا صاحبي. بس بيبدا يشتم فيهم وبيقول لهم ايه يا جدعان، هو انا قتلت حد من عيلتكم ولا ايه؟ ده حته اختبار بس اللي قدرت افوز فيه. وقتها بتظهر البنت ساو وبتبدا تعطلهم وبتدافع عن باي وبتقول لهم يعني تشو نفسها ما اهتمتش بالموضوع، انتوا بقى هتعملوا ايه يعني؟ ما تسيبوه في حاله بقى وتسكتوا. وبينضم ليها مجموعه من التلاميذ وبيبداوا يتخانقوا مع قاعة القوانين، وباي بيكون قاعد يتفرج عليهم. بس بيظهر الشيخ ليه وبيوقف اللي بيحصل، بيهزقهم كلهم. باي بيكون قايم علشان يمشي بس بيقع بالغلط. المهم بيفتح الكنز واللي بيكون بداخله حبايه واضح ان هي مهمه، بس بتقع من ايده بالغلط وفي طائر كده بيدوس جنبها. الواد بيتصدم وبيحاول ياخد منه الحبايه، بس المنحوس منحوس يا صاحبي. الطائر بيبلع الحبايه وبيتحول لعنقاء وبيطير بعيد، وباي بيبدا يعيط على حظه اللي زي الزفت. وبيعدي على الحدث ده 3 شهور كاملين، وفي خلال ال3 شهور دولت قصة السلحفاة بقت شيء الكل بيتكلم عنه، بس مفيش حد لسه بيدور عليه. وباي حاليا وصل للمستوى الثالث من تنقية التشي، بس تمرينه على تنقية الخلود والبقاء لسه مفيش اي تقدم، وده شيء مضايق باي جدا. بس بيجي اليوم الموعود، باي قاعد بيتدرب على التقنية وفجأة بيحس ان جسده كله بيتقطع كأن في حداد بيثقل جسده من جديد. بيظهر تشققات في جسمه وبتبدأ تضيق. باي حاسس بألم لا
يحتمل. وتاني يوم الصبح باي بيفوق وهو مصدوم، بيحس بجوع شديد جدا، بيبدا يدور على اي اكل قدامه، ولما مش بيلاقي بيبدا ياكل الخيزران حرفيا. وبيقول العجوز ده كان عنده حق، التقنيه ديت مرعبه بس ليها فوايد مذهله برضه. ما هو لولا الفرخه بنت الديك اللي كانت سرقت الحبايه الخالده بتاعتي كان زماني اتقدمت كتير. بس لا، انا مش هسكت طبعا. بعدها بينتقل بينا المشهد لمزرعه الفراخ. فجاه بتظهر حشره كده وبتبدا تستدرج الفراخ لمكان بعيد، وبيعدي على الكلام ده كام يوم كده. وفي الساحه بتقف البنت تشو وبتقول ان في لسه حيوان بيسرق الفراخ الروحيه بتاعه المعلم، وحاليا المعلم في عزله تدريبيه، فاحنا لازم نتعامل مع الموضوع ولازم نمسك الحيوان اللي بيعمل كده. وفعلا الشباب ما بيتوصوش، كلهم بيقولوا ان هم لو مسكوا الكلب ده هيعلموه الادب. واللي بيسمع الكلام ده بقى هو المعلم باي، وبيقول ان هو مش هينفع يكمل كده علشان ما يتعلمش عليه. بس العقل الخبيث بيشتغل وبيكون لسه هيتكلم، بس بيظهر شخص تاني كده وبيقول لتشو ان هو عنده خطه محكمه جدا، وهي ان هم يقسموا الدجاج على جماعه من الناس، ولو عدد الدجاج ده نقص يبقى اللي ناقص من عنده هو اللص. باي بيتضايق وبيقول له انت جاي تقطع اكل عيش يا دي انت ولا ايه؟ وبيعترض طبعا وبيقول الخطه ديت فاشله تماما. طب نفترض دلوقتي انا شخص ضاعت مني فرخه بالغلط، ابقى انا الحرامي؟ وهنا الناس بتقتنع بكلامه وهو بيعيش الضوء قوي بقى، وبيقول لهم يعني ينفع شخص غلبان طيب يتهم بالذنب ده، بينما اللص الحيواني التاني يفضل يسرق بوحده؟ طب ده ينفع يا جدعان؟ لو انتوا تقبلوا الكلام ده انا ما اقبلهوش، لازم نمسك الحيوان ده وياخد جزاؤه، وانا مجهز خطه محكمه علشان نمسك اللص. فالبنت تشو بتقرب منه وبتقول له انت اللي هتكون مسؤول، لازم تمسك الفاعل. فبيقول لها تمام، انا هكون قد المسؤوليه ديت. وبالليل بنشوف التلاميذ قاعدين يحموا الفراخ بس بيكونوا ناموا، وهنا بتيجي اللحظه اللي بيعشقها باي. بيطلع الحشره الشقيه بتاعته وبيبدا يستدرك فرخه ناحيته وبيمسكها وبيكتب صوتها كده وبيكون مبسوط، لكنه بيتجمد لما بيسمع صوت تشو بتكلمه. بتقول له هايل قوي كده، يعني انا اديك الامان تديني بالباقي البن؟ انا هعرفك ازاي تعمل كده يالا. الواد شوت حياته بيعدي عليه وبيقول ازاي بقى، انا خلاص كده طريق تدريبي هيقف لحد هنا، كل ده بسبب حته فرخه، انا اللي عملت كده في نفسي، بس انا مش لازم استسلم. وبيقوم وبيبدا يعتذر لتشو لكنه بيتصدم لانها كانت بتكلم التلاميذ اللي كانوا نايمين. وقتها البنت بتلاحظ باي، بس الواد فنان يا صاحبي، بيبدا يعيط وبيقول لها كل ده بسببي انا، حاولت امسك الجاني لكن ما نهضتش، قطعت تدريبي وجيت بسرعه، ده حتى اتصبت باصابات داخليه، انا الشخص اللي المفروض يتعاقب لان انا القائد، فلازم اتحمل كل المسؤوليه دي. ايه ده يا ابني، ده انا صدقتك يالا. تشو بتقرب منه وبتقول له انت بطل يا باي. على فكره بقى انا عديت دلوقتي على كل مزارع الفراخ، لقيت الكل ساب مكانه، انت الوحيد اللي لسه مكمل، عاش عليك قوي كده يا بطل، روح انت دلوقتي استريح وانا هكمل مكانك. بيحاول يعترض فبتقول له لا روح انت دلوقتي، وبالفعل بيمشي. ومن بعدها باي بيبدا يستخدم نفس الطريقه، وقدام الكل هو الشخص اللي بيحاول يحميهم لكن في السر بيسرقه، وبيفضل مكمل كده لفتره كبيره. في خلال الفتره ديت بيدفن عظم الفراخ كويس علشان محدش يشوفه، وكمان بيكون احرز تقدم كبير في تقنيه البقاء والخلود. بعدها بيروح لزمايله القدام في المطبخ وبيقول لهم ان هو الشخص اللي بيسرق الفراخ. هم طبعا بيتذهلوا لان قدام الكل هو الواد اللي بيدافع عن المزارع، وبيتذهلوا من عقله الخبيث. وبعدها بيكمل كما هو لحد ما بيخلص معظم الفراخ اللي موجوده في كل المزارع. وفي احد الايام وهو بيتمرن في الغابه شخص بيهاجمه، باي بينادى عليه وبيقول له ان هو يظهر نفسه، لكن الشخص ده بيهاجمه تاني بعدة هجمات. باي بيفاديهم كلهم وبيستخبى وبيبدا يبحث عن اللي بيهاجمه، بس بيجي عليه هجوم تاني لكنه مش بيخدش باي حتى، لان باي بيكون طور تقنيه الخلود والبقاء، يعني حاجه زي ديت مش هتاثر عليه. وبالمناسبه يا جماعه، بدل ما هنقول عليها بعد كده تقنيه البقاء والخلود هنقول عليها تقنيه الجسد الحديدي. المهم بيظهر الشيخ ليه، واول ما باي بيشوفه بيبدا يعيط له وبيقول له ده انا من بعدك شفت العذاب وخسرت كتير من الاحباب. الشيخ ليه بيقول له يعني انت وصلت للمستوى الاول من تقنيه الجسد الحديدي، وطبعا التقنيه دي بتخلي الواحد يجوع جامد اكتر من الناس الطبيعيه بكتير، بس اللي باين قدامي دلوقتي انك مش جعان خالص، ده انت حتى وزنك زايد وقربنا يذبحك على العيد يا راجل. فتقدر بقى تشرح لي ده حصل ازاي؟ هنا باي بيتوتر وبيقول له انا كان ممكن اكل اي حاجه عادي، عشب بقى، خيزران، اي حاجه متاحه انا باكلها، حيوان يعني اسود. فالشيخ ليه بيقول له يعني مثلا عشب بالدجاج الروحي كده؟ الواد بيبلع ويقب صدمه كده، فعلا المال الحرام ما بيدومش، وبيبدا يقول له انا استحاله اعمل كده، انت ازاي تشك فيا؟ الشيخ ليه بيتضايق وبيستخدم قوته، بيطلع عظم الفراخ اللي باي اكلها من الارض وبيقول له ده نجم النجوم، ده انا هفشخك يالا. هنا باي بيفهم ان كده خلاص ركب الشلاحه، فبيبدا يتوسل ليه ان هو يديله فرصه تانية، بس بعد لحظات بيصوت
مواصلات، والشيخ ليه بياخده يوميه في وادي ال10,000 افعى. واول لما الواد بينزل بيتفاجئ ان في عيون كتير بتبصله وفي افعى عجوز بتقرب منه. وبعد شهر بنشوف فاي بيزحف وهو متبهدل حرفيا وهدومه كلها متقطعه، لكن بيظهر سرب الافاعي فبيطلع يجري منهم وهو بيعيط لان هو تعب من كتر الجري. الواد بقاله شهر كامل بيجري يا جدعان. وقتها بيظهر الشيخ ليه فبيبدا باي يتحايل عليه ان هو يطلعه من هنا، حتى لو هيطرده حتى من الطائفه او حتى هيسجنه او اي حاجه يا عم، بس نعمل اي تغيير. هنا الشيخ ليه بيقول له ان هو مش مصدقه لان من الاخر كده هو كذاب وما ينفعش اي حد يثق فيه، بس انا هديك فرصه. بعد شهرين هيتعمل امتحان التلاميذ الداخليين وان هيتم اختيار 5 تلاميذ، فلازم هو يكون واحد من ال5 دول. الواد باي بيتصعق لان استحاله يكون من ال5 الاوائل، وده اللي بيحاول يفهمه للشيخ ليه، بس الشيخ بيقول له مفيش اختيار تاني، ولو انت مش عاجبك خلاص انا همشي واسيبك هنا. فباي بيقول له ايه ده بس يا نجم النجوم ما تقفش كده، خلاص يا عم انا هشاور. وبعد فتره بيكون باي قدر يسكل السيف الخشبي بتاعه 3 مرات، وكمان قدر يسكل تعويذه الحمايه مرتين، وحاليا بقى وصل للمستوى الخامس من تنقية التشي. بس هو حاسس ان ده مش كفايه لان حرفيا التلاميذ اللي هتشارك هتاكل الاخضر واليابس، يعني لازم يطور قوته اكتر. فبيبدا يفكر يتعلم تقنيه اسمها الموجه الارجواني، وديت بقى يا صديقي بتخلي الشخص يشيل اي حاجه تقيله من غير ما يتعب، بمعنى التاني كده يقدر يشيل وزن اكتر من اللي جسمه يتحمله. يعني التقنيه ديت هتفيده طبعا، ولكن وبنسبه كبيره طريقه تعليمها مش هتكون هينه ابدا، لكنه مش بيضيع وقت. بيبدا يتمرن واول حاجه بيحاول يشيل وزن تقيل بس مش بيقدر، بعدين بيحط ايده في رمل سخن كده لكن برضه مش بيفيد باي حاجه. الواد بيقعد يفكر المشكله فين، بعدها بيفهم ان طاقه التشي عنده قليله على ان هو يتحكم باي حاجه، فلازم طبعا يزود طاقه التشي اول حاجه. وفعلا بيبدا ينفذ مهمات الطائفه واللي هي تجميع الخيزران، وبيشتري حبوب تنقيه التشي وبيفضل شغال على كده يبيع الخيزران ويشتري حبوب ويزود قوته ويتمرن. وفعلا مش بيتاخر كتير، وبعد فتره قصيره بيكون عمل تقدم كبير وقدر يتحكم في الشيء تقيل بس مش بيصمت كتير، وبيقعد بالليل يفكر وبيقول ان هو لو فضل كده مش هيقدر يفوز، وكده في طريقه للوصول لقمة الفنون القتالية هيتقطع بدري بدري وهيفضل كلبه حسالة والكل هيدوس عليه. بس باي مش هيستسلم بالسهولة ديت، بيقول ان هو هيكمل مهما كان التمن ولازم يفوز. وبعد كام يوم بيصحى من النوم مفزوع وبيلاقي ان هو امبارح قدر يتقن التقنية ديت فعلا، وكمان عمل ثقب في السقف وهنا بيكون في قمة انشكاحه. المهم ده بيكون يوم اختبار التلاميذ الداخليين، وفي مكان الاختبار بيتجمع الشيوخ وكمان التلاميذ اللي بيبداوا يتكلموا عن الناس وبيشتغلوا في النميمة بقى، وبيكونوا بيتكلموا عن بنت اسمها دو لينج واللي هي قوية جدا وكمان احتمال كبير تفوز بالمركز الاول. وبتظهر البنت دو لينج وبتروح تتكلم مع فرد من قاعة القانون يدعى فينج، وعند باي بيكون جمع مجموعة من الحبوب وكمان مجموعة من التعاويذ. وقتها بيستدعيه الشيخ ليه. الواد مش بيكون عايز يروح بس مش بمزاجك يلا، بيجيبه غصب عنه. الواد بينزل في نص ساحة القتال وبيبدأ يعيط للشيخ ليه، وهنا كل التلاميذ بيفهموا ان هو قريب من الشيخ ليه لان هو بيناديه بالعم. المهم يعني بيبدأ الشيخ بالاعلان ان الاختبار خلاص بدأ، والقواعد كالتالي: هيكون في 12 تلميذ بس اللي هيشاركوا و6 منهم هم اللي هيفوزوا. المهم بيبدأ الطلاب يسحبوا الورق وباي بيكون رقم 12 يعني اخر قتال. المهم بتبدأ المنافسة اللي بتكون شرسة جدا، وبنوصل للقتال الرابع اللي بيكون قتال فينج وبيخلص على خصمه بكل سهولة. بعدها قتال دولينج وبرضه بتخلص قتالها بسهولة. بعدها بيجي القتال الاخير بتاع المعلم باي اللي بيحاول يخلع من المكان، لكن الشيخ ليه بيجيبه من قفاه وبيطلعه للساحة. اللي بيحاول يهرب لكن الشيخ ليه بيجيبه من قفاه وبيطلع باي للساحة، لكنه بيكون مستخبي في طبق المطبخ بتاعه. المهم الماتش بيبدأ والخصم بيهجم عليه بالسيف، ولكنه بيهجم بعيد عن باي اصلا. باي بيفتكر ان هو فلت من الهجوم، لكن الواد ده بيتحكم في السيف عن طريق التشي وبيهجم هو من الخلف، والكل بيفكر ان هو خلص على باي خلاص كده، ولكن لا، باي خلص عليه عن طريق الحظ. المهم جميع الطلاب بيعترضوا على الكلام ده، فالشيخ بيقول لهم ان القتال خلاص اتحسم، ولكن دلوقتي لازم باي يرموا كل اسلحة المطبخ اللي معاه ديت. وفعلا باي بيرميهم واللي بيكونوا كتير قوي لدرجة ان الكل بيفكروا ان ديت مسابقة طبخ وبيفضلوا يشتموا فيه وان هو شخص جبان جدا. المهم بتبدأ المرحلة التانية من الاختبار، ولسوء حظ باي ان خصمه هو فينج، لكن باي بيلف وشه وبيبدأ يحاول يضيع وقت. الكل بيفكروا ان ديت تقنية سرية ولا حاجة، ولكن عند باي بيكون عرقان وحالته حالة وبيبدأ يفكر يهجم عليه ازاي، لكن كل تفكيره انه هو هيخسر وهيتنفخ. المهم فينج بيزهق وبيهجم، لكن الصدمة باي بيمسك رجله وبيبدأ يتحايل
بيتحايل عليه ان هو يديله فرصه، بيقول له يا اخي حرام عليك، ده انا بجري على يتامى. المهم الواد بيتجلط منه وبيقول له خلاص يا عم هديك فرصه تهجم اول هجوم. وقفنا لما باي كان بيحاول يضيع وقت وبيفضل اكتر من ساعتين بيعمل في التقنية اللي هي اصلا مش موجودة، والكل بيكون زهق منه. لكن وقتها السيف بيقع منه، فبيفهم فينج ان هو كان بيغفله وبيبدأ يهجم عليه، وباي بيصد هجماته بالتعاويذ وبيصيح لحد ما التعاويذ بتخلص منه، فبيهجم عليه تاني ولكن تعويذة الحماية بتتفعل والكل بيكون مصدوم. هو الواد ده معاه كام كنز يا جدعان؟ فينغ هنا بيتجنن، بيجيب سيفه اللي مسكول مرتين وبيفعل تعويذة الدماء، بيهجم عليه لكن باي بيطلع سيفه اللي مسكول 3 مرات وبيصد الهجوم وبيخلص على فين. طبعا الكل بيتصدم، الواد معاه تعويذة حماية مسكولة مرتين وسيف مسكول 3 مرات. المهم القتال الجاي بيكون على تحديد المركز الاول والتاني، وبيبدأ القتال بين البنت دولينغ ضد الشخص التالت اللي نجح معاهم واللي يضع تشين. المهم بيبدأ القتال اللي بيكون حماسي جدا، وفي النهاية دولينغ بتنجح ان هي تفوز على تشين، وباي بيقول لها ان هو هيستسلم لكن هي بتتعصب وبتقول له ان القتال لازم يتم وبتهجم عليه، ولكن الصدمه بتطعن باي بالغلط. الكل بيتصدم من اللي حصل، باي مش مصدق ازاي ان حياته هتقف لحد هنا، ازاي يعني؟ الواد بيقع وهو مش مصدق، الكل بيجوا عليه وبيحاولوا يلحقوه. ولقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي، بس مش بالسهوله ديت يا صاحبي. الواد بيقوم والكل بيترعب وبيطلع السيف من جسمه وبيضحك بسماجه كده وبيقول لهم ان هو كان لابس اكتر من جاكيت وكده يعني علشان كده ما حصلوش حاجه. البنت بيغمى عليها من الخضه وكده بيتم اعلام باي هو الفايز، لكن الطلاب بيتعصبوا وبيطلبوا ان القتال يتعاد. ده حتى دولينغي بتقوم وبتطلب اعاده القتال. باي بيحاول يقنعها ان خلاص مش لازم، لكن هي بتصمم. الشيخ لي بيحاول يقنعها تنسحب لان هي حاليا طاقتها خلصانه وهتخسر، بس هي بتصمم وتقول لباي ان هو لو كسبها هتديله سيف الصنوبه والاخضر ومعاه كمان بخور وتقاء السماء، ولكن المنافسه المره دي هتكون في علم الاعشاب. باي بيحاول يرفض لكن هي بتصمم فبيوافق في الاخر. بعدها الشيخ باي بيستخدم قوته وبيطلع نبات كبير من الارض وبيقول ان النبات ده امتص انواع تانية من الاعشاب، والمطلوب ان كل شخص يتفحص النبات ده باحكام ويطلع انواع الاعشاب التانية اللي النبات ده امتصها. تبدا دولينج تبص للنبات بتمعن وبتشم في ريحته، وباي بيحاول يصالحها لكن هي مش بتديله وش. وبعد شويه دولينج بتقول خلاص كده انا انتهيت، وبتقول ان هي قدرت تتعرف على 8 اعشاب. تبدا ان هي تعد ال8 انواع دولت والكل بيكون مذهول لان هي كده في نظرهم موهوبه جدا. وبعد ما بتخلص باي بيتقدم وهو مليان ثقه وبيقول بكل بساطه ان هو اكتشف كمان 67 نوع من الاعشاب غير ال8 اللي دولينج ذكرتهم. الكل بيتصعق، باي بيبدا يعدهم واحده واحده بكل التفاصيل، وفي النهايه بيقولوا ان هو كده اكتشف 75 نوع من الاعشاب. مفيش حد مصدق الكلام ده، وفي النهايه بيتم اعلان ان باي شياو تشين هو الفائز بالمركز الاول. وفي الايام اللي بعدها باي بيتمرن بجد وبيحرز تقدم هائل، وفي احد الايام شخص بينادى عليه واللي بيكون شو باي اللي اتحدى باي في بدايه الحكايه. المهم ان المعلم ده بيحاول يصالح باي اللي بيديله على وشه. بعدها بيدخلوا يقعدوا جوه البيت وشو باي بيحاول يتقرب من باي، بس باي بيرفض يتكلم معاه اصلا. بس شو باي بيقول له انا عارف ان عالم الصقل مليان مشاكل وانا هقدر احل لك المشاكل ديت. اقول لك على حاجه كمان، شفت الواد اللي انت علمت عليه بتاع قاعه القانون ده؟ اهو ده بقى ليه ابن عم في قاعه القوانين برضه، والاتنين دولت بيخططوا ان هم يعملوا لك مشاكل. هنا باي بيفهم ان هو هيكون شخص مفيد ليه، علشان كده بيبدا يشرب معاه. وبعد ما خلاص بيسكروا شو باي بيساله لو هو بيفكر يدخل مرحله تاسيس الاساس. بيقول له لا مش بفكر دلوقتي الصراحه. فشو باي بيقول له براحتك، بس بقول لك ايه، لو انت اخدت حبه واحده من حبوب التاسيس هتزود عمرك 100 سنه. هنا باي بيهتم بالموضوع، وتاني يوم بيروح لجبل ال10,000 عشبه وبيبدا يتمرن. وبتظهر اشاعات بتقول ان باي تشو تشين اللي هو المركز الاول جه وعمل اختبار الحبوب وقدر يتحكم في 10 افران مره واحده. لا وكمان قدر ينتج عشبه روحيه من الدرجه المتوسطه. والاعشاب الروحيه بتتصنف حسب نسبه الشوائب وبتنقسم ل6 درجات: منخفضه ومتوسطه وعاليه وممتازه وفائقه وخارقه. المهم بعدها باي بيتشهر جدا لدرجه ان الناس بتجيله عند بيته كل يوم،
لهم، وده علشان بس يقول لهم على نصايح تفيدهم. واللي بيواقب الموضوع ده بقى هو الواد بتاع قاعة القانون ومعاه ابن عمه اللي باي بيكون علم عليهم هما الاتنين. المهم بعد شوية بيدخل عليه تشو باي وبيسحبه بسرعة وبيقول ان هو لازم يهرب حالا. ولما بيطلعوا بيلاقوا افراد قاعة القوانين مستنيين، مستنيينهم وبيقول للباي ان هو لازم يجي معاهم. وبينتقل بينا المشهد لطريق الجبل وبيكون واقف هناك بنغ ومعاه البنت دولينغ، وبيجي لهم باي وبنغ بيشرح له المهمة واللي هي ان هم طالعين يبحثوا عن الاخ دونغ اللي غايب عن الطائفة من مدة. وقتها بيظهر المعلم تشينج وبيقوم الباي الطبق الكبير بتاعه وبيقول له ان هو هيحميه. باي بيحاول يمسكه لكنه بيقع على دماغ بنغ اللي بيكون متضايق منهم هما الاتنين. المهم بتظهر البنت سو وبتقول لباي ياخد باله من نفسه وبتفضل تديله حاجات يخليها معاه. وبنعرف بقى ان دونغ ده هو اخو سو الكبير، وواضح كده ان سو بتكون قلقانه جدا على اخوها. المهم الفريق بينطلق في مهمته والمعلم باي طول الطريق بيفضل يسال عن حاجات تافهه. المهم البنت دو بتساله هو ازاي جه معاهم المهمه دي، المفروض يعني ان اي حد انضم للطائفه في الاونه الاخيره ما يشاركش في اي مهمه صعبه زي دي. هنا باي بيفتكر لما شو بيحاول يخليه يهرب لكنه قابل قاعه القانون اللي قالوا له ان هو ما عملش اي مهمه من وقت وصوله للطائفه، وعلشان كده لازم يطلع المهمه الصعبه دي. وفي الحاضر باي بيفكر ان هو لازم ياخد باله من بنغ لان هو كمان من قاعه القوانين. المهم بيدخلوا النهر الروحي، والنهر ده بقى هو العامل الرئيسي على وجود الفنون القتاليه لان هو بيمد جميع الطوائف بالقوه اللازمه. وعلى الرغم من ان طائفه الجدول الروحي من قوه طائفه الجدول الروحي الا ان اي طائفه على شاطئ النهر ده تقدر تهزمها بكل سهوله. المهم بيعدي الوقت وبيدخلوا على المنطقه الجبليه، واثناء السير باي بيكون خايف كده وبالغلط بيبص على نبته غريبه، لكن النبته ديت بتدخله في الوهم وبتكون هتخلص عليه لكنه بيفوق في اخر لحظه وبينجو منها. وقتها منغ بياخد باله من شيء غريب، جثه شخص متحلله والشخص ده بيكون مات. وقتها منغ بياخد باله من شيء غريب جدا، جثه شخص متحلله والشخص ده بيكون مات بسم العنكبوت ذو رأسين. لكن بتحصل الكارثه، الشجر بيفضل يقع. وقتها بيظهر كائن عملاق جدا وباي ودولينج بيستخبوا تحت شجره نايمه كده، وبنغ بيستخبى بعيد عنهم. الكائن العملاق ده بيمشي بعيد عنهم، هما بيطلعوا وباي بيسألهم عن الكائن ده. بنغ بيقول له ان كائن بالحجم ده اكيد في مستوى تأسيس القاعده، وده معناه ان هو لو شفناه هنكون في خبر كان. باي بيتصدم ولكنه بيعمل نفسه جامد وبيكمل الطريق، ولكن بيكون في ماده غريبه على الزي بتاعه. وهنا بنغ بيبتسم ابتسامه خبيثه، ومش بيعدي لحظات غير لما بيظهر عدد كبير من الخفافيش ذو رأسين، وبنغ بيبدأ يخلص عليهم واحد ورا التاني. وقتها دولينغ بتنادي على باي علشان يخلعوا سوا من المكان لكنه بيكون اختفى، فبتبدأ تهرب لوحدها وبتخلص على كتير من الخفافيش في الطريق. وبعد شوية بيكون بنغ قاعد بيبعت رسالة لقاعة القانون، ومضمون الرسالة ان خلاص كده باي بقى في خبر كان، ولو هو حتى محظوظ وخلع من الخفافيش هيكون اتسمم وقرب يموت. وقتها بتظهر دولينغ اللي بتكون حالتها وحشة جدا وبتسأل عن باي. بنغ بيقول لها ان هو لسه ما وصلش. دولينغ بتقول له ان هي لازم تدور عليه دلوقتي، لكن بنغ بيوقفها وبيقول لها الخفافيش ديت بتكون اكتر قوة بالليل، ولو احنا رحنا دلوقتي فبلا شك احنا هنموت. البنت هنا بتتأثر وبتقول ان باي هو صديقنا ولازم حتى نرجع جثمانه للطائفة. وعند باي بيكون لسه بيهرب من الخفافيش اللي مش بتكون ناوية تسيبه لحد ما بيوصل لاخر الطريق وبيكون هيقع. وتاني يوم بيكون دولينغ وبنغ واقفين متأثرين بموت باي، لكن فجأة بيظهر المعلم باي وديت بتكون صدمة لبنغ. المهم يعني بنغ بيسأله هو خلع من الخفافيش ديت ازاي، فباي بكل بساطة بيقول له ان هو خلص عليهم بالسيف المصقول بتاعه. بنغ هنا بيتضايق اكتر لان واضح كده ان التعامل مع باي مش بالساهل، الواد ده بيخاف على حياته بشكل جنوني. باي بيكمل وبيقول ان هو كمان لقى كنز كويس وهو اسنان الخفافيش، واسنان الخفافيش ديت بيستخدموها في صنع دواء عطر الدم المحتوى. ولكن هنا بتحصل الصدمة، باي بيبص لفوق بيشوف عين عملاقة بتنظر لهم، العين دي بتبدأ تسحب طاقتهم. باي من الخوف بيغمى عليه، لكن دو في اخر لحظة بتتحرك وبتنقذه. وبعد شوية بيفوق وبنغ بيقول ان ده وحش من العصر الغابر، وان الوحش ده يقدر يسحب طاقة اي كائن حي لحد ما يخلص عليه. بيعدي كام يوم على الاحداث ديت وبنشوف باي وهو فاقد الامل. وقتها بنغ بينادى عليهم وبيقول لهم ان الجهاز جاب اخر مكان لدونغ، وفعلا بيتوجهوا للمكان.
وفي النهايه بيلاقوا شجره عملاقه، وبنغ بيقول ان الجهاز بيقول لهم ان ده اخر مكان دونغ ظهروا فيه. بعدها بيعمل تعويذه على الشجره، وبيبان ان دونغ كان سايب تعويذه صوت في المكان، وبيقول لهم فيها ان هو اكتشف شيء في غايه الخطوره، وان هو حاليا مضطر يدخل الجبل. الكلام ده بيكون صادم للجميع لان الجبل ده مكان في غايه الخطوره. باي بيقترح عليهم يبلغوا الطائفه الاول، لكن دو بترفض لان المساله ديت مش مستاهله. وبنغ بيقول ان دونغ شخص عنده خبره كبيره في المهمات، وهو مش بيعمل اي تصرفات غبيه، يعني احنا نمشي وراه من غير ما نفكر حتى. وبالفعل بيدخلوا الجبل، وبنغ بيقول لباي ان هو لو ما جاش معاهم هيبلغ الطائفه اما يرجعوا. وفي مكان تاني بيظهروا مجموعه من المقاتلين الملثمين وهم بيتقدموا في الجبل، وفجاه بيظهر قدامهم حاجز سحري، وبيظهر شيخ عجوز قدامهم وبيقول لهم يرجعوا للمكان اللي جم منه لان هم مش مرحب بيهم هنا. وعند فرقتنا بيوصلوا لقصر غريب كده، وده بيكون قصر لود شين. باي هنا بيصرخ من الخوف لان هو فكر ان اللي فتح الباب شبح. المهم بيظهر شخص غريب كده وبيسالهم عايزين ايه. بنغ بيقول له ان هم طائفه الجدول الروح، ان هم جايين لزعيمهم في موضوع خاص شويه. المجهول ده بيقول لهم تمام تعالوا معايا. بنغ ودو بيدخلوا، وباي بيكون مرعوب، بيبدا يستخدم تعويذات كتير على جسمه، وفي النهايه بيدخل معاهم. واثناء ما كانوا ماشيين بيكون في حاجه غريبه بتحصل حواليهم، الجو بيكون غريب، وباي بيسمع صوت حد بيغني. الواد بيكون مرعوب بس بيكمل معاه، وفجأة بيشم ريحة مش غريبة عليه، ديت بتكون ريحة الطعام الروحي اللي بياكله في مطبخ الطائفة. لكن الرائحة ديت فيها حاجة غريبة، احساس بالتشاؤم كده. وقتها باي بيقول لدول الكلام ده، لكنها بتسيبه وبتمشي. باي بيتردد كده لكنه بيمشي معاه، وفجأة بيحس ان في شيء بيتحرك خلفه، وبيكون ظل احمر، وده بيخليه يصرخ بصوت عالي. لكن وقتها بنغ بيزهق وبيقول له ان هو بيهين الطائفة بالتصرفات ديت. لكن وقتها احساس التشاؤم بيظهر للكل، الشخص اللي كان معاهم بيختفي، النباتات بتبدأ تتحرك، وواضح كده ان هي وحوش روحية. الشخص اللي كان معاهم بيظهر فوق مبنى عالي وبيقول لهم اهلا يا جماعة. بنغ بيقول له انت بتعمل ايه؟ احنا جايين بس علشان ندور على صديقنا، مش جايين نعمل اي مشاكل. بيقول له بس كل ده مش مهم، لان كده كده انا هبعتكم للجحيم علشان تقابلوا صاحبكم. صدمة بكل المقاييس، واضح كده ان الشخص ده هو السبب في اختفاء دون. المهم بنغ مش بيضيع وقت، في ثانية بيدمر النباتات اللي قدامه، بيهجم على الشخص ده واللي يدعى لوتشين. المهم لوتشين بيطلع جذور شجرة تهجم عليه، بنغ بيتصدى لهم لكنه مش بينجح يوقفهم. بعدها بيبدأوا يهربوا من المكان. هو اي نعم قصر لوتشين تابع للطائفة، وممكن الطائفة تدمره بسهولة، لكن هما مجرد طلاب مستواهم قليل، وواضح كده ان قصر لوتشين خانهم وانضم لطائفة تانية. ووقت هروبهم باي بيدوس على حجر كده وبيظهر ضوء غريب، وهنا الصدمة ديت تقنية حاجز من المستحيل اختراقها. التقنية ديت بتحتاج كم هائل من الطاقة علشان يتم انشائها. ده معناه ان قصر لوتشين خان الطائفة من زمان، ومن شكل التقنية ديت واضح كده ان هو تابع لطائفة الدماء. بعد لحظات بيظهر كائن ناري قدامه وبيبدأ الهجوم من كل ناحية. باي بيلاحظ ان في ثقب في الحاجز بيحاول يهرب، بيكون خلاص على وشك ان هو يطلع، لكن لا مش بالسهولة ديت. الكائن الناري بيمسكه، الواد بيحاول يقاوم علشان يخرج، مش عايز يموت في مكان زي ده، بيعافر بكل ما عنده، ولكن للاسف الثقب ده بيقفل. الواد بيتجنن، بيطلع السيف بتاعه، خلاص كده بطل هزار واخد الموضوع بشكل شخصي، وهو بيهجم على الكائن ده. والصدمة هنا يا جدعان، الواد بيخلص عليه بضربة واحدة، لا وكمان بيعمل ثقب جديد في الحاجز. الله ما انت جامد اهو يا عم، امال عامل فيها ضعيف ليه؟ المهم بيقدروا يلاقوا دونغ، وبتكون حالته وحشه جدا، لكنهم بيديله حبايه علاجيه بتساعده في الشفاء. وقتها جذور الشجره بتطلع تاني وبتبدا تهاجم. باي بيشاولهم على الثقب اللي هو عمله. دولينغ بتشيل دونغ وبتنجح ان هي تهرب، اما باي وبينغ الشجره بتطاردهم. وهنا بتحدث الصدمه، بينغ بيقود الشجره علشان تخلص على باي، بيركض ناحيته وبيتفادى وبيلبسه في الموت، وبكل بجاحه بيقف بعيد وبيقول
له ما تقلقش هبقى اجي انتقم لك، ولكن داين تدام بيظهر شيء خلفه وبيهاجمه. بينتقل بينا المشهد عند دول لينغ اللي بتكون متضايقه علشان لحد دلوقتي باي وبنغ محدش خرج منهم، وفي الداخل بيكون باي متكتف من الشجره لكنه بيتجنن بيتعصب على الاخر، بيقول انا ازاي هسمح لنفسي ان انا اموت هنا، انا لازم اخرج من المكان ده. طاقته بتشتد وفعلا بينجح ان هو يخرج وبيكون في قمه السعاده، لكن بنج بيكون متكتف جنبه بيقول ده الوقت المناسب، بيحدف على باي حبايه تفجيريه علشان يخلص عليه، لكن باي عنده جلد مقاوم، الحبايه دي بتساعده بس ان هو يخرج من الحاجز. هنا بنغ بيتجنن وبيقول له انا لما ارجع هخلص عليك يا باي. هنا بقى بيظهر الكابوس لوتشن بيقول له ما تقلقش كده كده انت مش هتخرج من هنا. وفي الخارج باي بيبدا يمثل عليهم ان هو متاثر جدا، بيقول ان بنغ هو اللي انقذه. دولينغ بتقول له ان شاء الله هننقذه، لكن دلوقتي لازم اننا نهرب بعيد جدا، الشخص اللي جوه ده مش بيهزر، ولو وقعنا في ايده تاني هنبقى في خبر كان. بعدها بينتقل بينا المشهد تحت قصر لوتشن وبنشوف حرفيا بحر من الدماء، اشخاص كتير طاقتهم بتتسحب منهم، وفي المنتصف لوتشن بيكلم شخص بيقول له انا اسف يا معلمي ما قدرتش ان انا اقبض عليهم كلهم، 2 منهم خلعوا وكمان اخدوا رهينه معاهم. معلمه ده بيتعصب بيقول له فكروا في الطائفه، افتكروا كويس ان ما عادش غير 15 يوم على تغيير القوانين، يعني لازم يستعد كويس قوي من دلوقتي. لوتشنج بيقول له لا تقلق، العيال ديت مش هتغادر الجبل ده النهارده ولازم هقبض عليهم. نرجع بقى لمجموعتنا، دونغ بيقعد يستعيد طاقته والتشاؤم بيحل على المكان، العيال خلاص بيكونوا فاقدين الامل في الحياه. دولينغ بتسال باي وبتقول له انت دايما بتكون خايف قوي على حياتك، امال ليه دلوقتي مش خايف؟ بيقول لها مين قالك كده، انا ميت من الخوف بس انا فقدت الامل اصلا، انت مش شايفه اللي حوالينا ولا ايه؟ ده احنا هيطلع ميتنا بعد شويه. دولينغ بتقول له على فكره انا كمان خايفه بس احنا لازم نحاول. المهم دونغ وقتها بيكون جمع جزء بسيط من طاقته وبيقوم، باي بيفضل يهزر معاه. بعدها بندخل في الجد، دونغ بيبدا يحكي لهم اللي حصل وبيقول لهم ان احنا استحاله نخرج من الجبل ده اصلا، قسو لوتشن هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يخلص علينا، لان لو حد مننا خرج هنبوظ خطته. وبيبدا يحكي لهم عن اللي بيحصل وبيقول لهم ان قسو لوتشن علشان ينضم لطائفه الدم بدا يخالف طبيعته، بقى بيخلص على الناس من غير اي ذره شفقه. حاليا هم خلصوا على معظم القوى اللي قريبه مننا، لا وكمان هم مش بيسيبوا الناس تموت في امان، دول بيسحبوا كل طاقه حياته. وفي احد الايام ودونغ بيتمشى شاف ده بيحصل قدامه، وقتها ظهر كيان غامض وقبض عليه. نعود الى الحاضر، ودونغ بيقول لهم احنا ضيعنا وقت كبير هنا لازم نهرب بسرعه. وقتها بيظهروا 2 من الاشباح بيهجموا عليهم، بعد هجوم واحد بس العيال بتكون اتدمرت حرفيا. وهنا بيظهر الكابوس لوتشن وبيقول لهم مرحبا يا شباب، اسف ان اتاخرت عليكم. دولينغ بتقول لباي انا هعطله، انت لازم تهرب من المكان، لازم المعلومات ديت ترجع للطائفه. باي مش بيستناه وبيطلع يجري على طول. دولينغ بتقوم تقف وبتبدا تهجم على لوتشن، وعند باي بيكمل جري وهو بيجلد ذاته، بيقول انا ازاي اسيبهم كده ورايا يموتوا. بيفكر في اصدقائه بيقول لا انا ماليش فايده، اهم حاجه دلوقتي ان انا اوصل المعلومات ديت للطائفه. واثناء ما بيجري بيتزحلق بالغلط، شكل اصدقائه وهم بيتعذبوا بيتردد في ذهنه. الواد خلاص بيقول لقد طفح الكيل، انا لازم اتصرف، استحاله يموتوا كده، بيصوخ من شده الغضب. نرجع للوتشن واللي بيظهر معاه كمان 2 من اتباعه، بيؤمر واحد منهم يخلص على دولين. الواد بيقرب منها وبيرفع بينزل عليها وهوب بيظهر البطل المغوار. باي بيوقف السيف في ايده العاويه، صدمه بكل المقاييس، الكل اتصعق، بقى هو ده الواد الجبان. باي مش هو بتاع زمان الجبان. الواد من شده الغضب بيحطم السيف في ايده، بيقول له تعالى لي يلا انا هعلمك ازاي تمد ايدك عليهم. بيبدا يتقاتل معاه، حرفيا ده مش قتال، بيمسك الاتنين بيلعب بيهم لعبه حرفيا. العيال ديت ملهاش اي فرصه قدامه، الواد خلاص خلص عليهم، الكل مذهول منه. لكن وقتها بيظهروا 2 من الاشباح بيهجموا عليه، خلاص كده لوتشن فكروا ان هو مات، ولكن تأتي الفاجعه، الواد بيطلع سليم مش بيتأثر. لوتشن بيتصعق بيهجم عليه اكتر واكتر، ولكن لا حياه لمن تنادي. الواد بيكمل سير، ايوه يا جدعان دي تقنيه الجسد الحديدي، ده اللي دولينغ بتكتشفه. الواد بكل كاريزما بيبدا الهجوم، بيقرب من خصمه وبيبدا
بيبدأ الالتحام رغم ان لو تشين بيفوقه في القوة، الا ان باي قادر يجاريه بكل سلاسة كمان. مش بيستكفى بكده، بيغفله وبيديله البوكس التمام بكل عظمة، بيقول له ديت علشان اصدقائي. لسه هيكمل، ولكن هنا تحدث الفاجعة الكبرى. لو تشين بيقرر يضحي بنفسه علشان يقتله، بيقول له ده علشان عشيرتي. فعلا بيضحي بنفسه وبيستدعي شبح عملاق. الشبح ده مش بيستنى وبيهجم على باي. لو فاكر ان كده خلاص، احب اقولك لا والله. الواد بيستخدم تقنية الموجة الارجواني، بيتصدى ليه، انا مش هستسلم يا حيلتها. باستخدام نفس التقنية بيهجم عليه هجوم في التاني. الشبح قوته شبه انهارت. الواد بيستخدم نفس التقنية ولكن بقوة اكبر، بيهجم عليه وبوم بيحصل انفجار يبيد هذا المخلوق. الواد ده كسر كل حدود الطبيعة. بعدها الحاجز اللي كان على قصر لو كان اختفى، وتحت القصر بنشوف الجماعة اللي لو تشين كان بيتكلم معاهم. وقتها خبر موت لو تشين بيوصل لهم. كلهم بيكونوا في حالة ذعر، بيكونوا فاكرين ان الطائفة عرفت اللي هم بيعملوه وبعتت خبير يخلص عليهم. ما هو مش معقول برضه شوية عيال من القسم الخارجي يخلصوا على لو تشين واللي هو اصلا من المستوى الثامن. وقتها بيظهر السيد الشاب العشيرة لو واللي يدعى لين غئير. نرجع بقى لمجموعتنا. باي بيبدأ يفوق وبيرجع لحالته الطبيعية وبيكون خايف من الدم والسيف. البنت دو بتقول له امال فين الشجاعة اللي شفناها من شوية. وقتها دونغ بيفوق وبيكون مستغرب من قوة باي. ودولينغ بتقول ان فن الجسد الحديدي صعب جدا ان حد يمارسه. ودونغ بيقول لها واضح كده ان باي اقوى حتى من مختارين الطائفة، لان ازاي حد في المستوى الخامس يهزم حد من المستوى الثامن؟ ده شيء لا يصدق. وفي اللحظة ديت باي بيحس بشيء غريب، وبسرعة بيقوم يقف قدام دو وبياخد سهم مكانها. واللي بيكون اطلق السهم ده هم جماعة من المستوى السابع، وبيقرب قائدهم من جثة لو وبيفضل يتريق عليه لان هو استخدم التقنية المحظورة وبرضه مات. ولما بيدور شوية دم بيفهم ان الشخص اللي قتل لو هو واحد من مختارين الطائفة، وبيتحمس جدا ان هو يقتله. في الايام اللي بعد كده بيتم مطاردة مجموعتنا ولكن مش بيعرفوا يمسكوهم. باي ومجموعته بيكونوا تعبوا جامد وبيقعدوا يريحوا في احد الكهوف، وباي بيسد باب الكهف. ودونغ بيقول لدو اي نعم باي بيمارس سحر الجسد والروح لكنه في المستوى الخامس وخصومنا اقوياء جدا، وبيقول ان هو حاسس ان في طاقة بتقرب منهم. باي بيسأله لو ديت طاقة الشيخ الكبير، بيقول له لا، الشيخ الكبير استحالة يجي دلوقتي لان هو المشرف على تقنية عكس الدم ولازم يفضل مكمل لحد ما يخلص. لكن في مشكلة، السيد الشاب للعشيرة ديت وصل للمستوى التاسع بالفعل، يعني لو جه احنا هنموت. وقتها بيظهر شخص من المستوى السابع قدام الكهف بتاعهم وبيدمر الباب. بيحاول يبعت رسالة للسيد الشاب لكن باي بيهجم يخلص عليه قبل ما يعمل اي حاجة. لكن وقتها السماء لونها بيبدأ يتغير للون الاحمر، وده دليل على مجيء كيان من الدرجة التاسعة. باي بيقول لهم يلا نهرب بسرعة، اكيد يعني في حل. دولينغ بتقول له لا، ومنغ بيقول له بص على حالة اجسادنا كده يا باي، احنا الاتنين يا باي في حالة يوسى لها، انت الوحيد اللي جسدك سليم معافى، يعني انت لازم تهرب وتبلغ الطائفة يا باي، احنا الاتنين يا دوبك بنمشي بالعافية. باي بيقول لهم لا، استحالة نعمل كده، ديت اسمها خيانة ليكم، انا مش هسيبكم خلف كده تواجهوا الموت. زي ما احنا طلعنا سوا لازم نرجع سوا. الواد في حالة انكار تام للواقع. دولينج بتحط السيف على رقبتها، بتقول له لو انت ما هربتش دلوقتي انا هخلص على نفسي يا باي. الواد بيهديها بيقول لها خلاص تمام انا همشي دلوقتي حالا، وفعلا بيطلع يجري. ومنغ بيقول لها عاش عليكي كده، واحد مننا هيقدر ينجو بحياته. وعند باي بيقول لا انا مش هسمع كلامهم، انا هنفذ اللي في دماغي، انا هنقذ الجميع. وفي اللحظة دي بيبدأ ينادي بأعلى صوت عنده، بيقول عمكم باي من طائفة الجدول الروحي جاي يخلص عليكم يا شوية اوباش، ادكوا فيكم يجي يلا وانا هعلم عليه. وفعلا مئات بل الاف التلاميذ عرفوا مكانه، الكل بيطارد باي في اللحظة ديت. وعند دولينغ بتكون انهارت من تصرف باي، الواد ده اظهر شجاعة لا مثيل لها. وعند السيد الشاب لقصر لو بيقول لهم خلصوا على الواد ده الاول لان هو العقبة الحقيقية. وفعلا الكل بيتوجه علشان يخلص عليه. وعند باي بيكون على
على وشك الانهيار. بيقول انا كده بقالي 8 ساعات بهرب منهم، اكيد يعني اخواتي نجحوا في ان هم يهربوا. وقتها شخص بيهجم عليه، باي بيصد سلاحه بايده العاويه وبلكمه واحده بيجيب اجله. بيظهر عدو تاني بيحاول يغفله بتقنيه الوهم، لكن باي بيجيبه من وسط تقنيته وبيخلص عليه. في اللحظه ديت احدهم بيطلق عليه وابل من السهام، الواب بيفاديهم كلهم، بيستخبى خلف شجره كده، لكن الوهم بيكون ذكي جدا، بيقول بصوت عالي انا كده قدرت احصره، يلا انتوا توجهوا وخلصوا على زمايله. باي طبعا استحاله يسمح بكده، بيطلع من خلف الشجره، اي نعم بياخد سهم في قدمه لكنه بيحدف السيف بيخلص على وام. وعند السيد الشاب بيوصل له اخر الاخبار، وقتها هو بيتحمس جدا، بيقولوا ان هما لازم يجيبوا الواد ده عايش. وعند باي بيسمع اخبار ان هما عرفوا مكان اخواته، الواد مش بيستنى بينطلق عليهم باقصى ما عنده، اي حد بيطارده باي بيخلص عليه بدون اي نقاش. بيوصل على مكان اصدقائه، احدهم كان بيهجم عليهم لكنه بيخلص عليهم ما فيش اي تفاهم يا صاحبي، بيقول لهم اهربوا اسرع من كده. فعلا هم بينفذوا كلامه، الواد بيلف وشه قدامه مئات التلاميذ معظمهم من المستوى السادس او السابع، الواحد منهم بس قوته اضعاف باي. الواد هنا بيطلع يجري بس مش بعيد عنهم، لا بيسن سيفه بيجوا عليهم كلهم. المعركة بتكون في اوجه حماستها، الواد جسده بقى مليء بالاصابات، بيتعامل مع تلاميذ المستوى السابع كانهم اطفال من المستوى الاول. الواد ده عمل حاجة تكتب في التاريخ. وبعد الكثير والكثير من القتالات الحاسمة، باي كان واقف بالعافية لكنه بيقاوم، بقى على صوته بيصرخ بيقول عمكم باي لسه عايش، مين اللي هيقدر يقتله يا معتيه؟ وقتها بيظهر تعبان عملاق وبيكتفه، ايوه البعبع جه، السيد الشاب واللي هنسميه جي بيقوب منه وبيقول له ازاي ده انت حسالة من المستوى الخامس، انت فعلا حالة ندوة، ده انت يا قتلت عشرات التلاميذ من المستوى السابع والمئات من السادس، كل ده انت عملت لوحدك، ده غير انك خلصت على لو اللي هو كان من المستوى الثامن، انت مين يا ده انت بالظبط؟ باي بيستفزه بيقول له انا بيديله بالدماغ بيقول له انا جدك باي يا حيوان. التعبان بيبدا يشد عليه جامد، باي بيقول انا مش هموت هنا، بيصرخ باعلى ما عنده. جي بيبدا يقوب منه وهو مفعل قوته، بيقول له انا هخلص عليك حالا ودلوقتي يلا. وبعد لحظات باي بيكون متكتف بخيوط من الدماء، بيقول ايه هو انا كده خلاص ههلك في المكان ده؟ لا بيبدأ يفتكر طفولته وقت ما والدته كانت على وشك الموت، كانت بتطلع أنفاسها الأخيرة، قالت له إياك تموت يا باي. الواد بيفتكر كل ده، القوة بتتسرب منه، بيقول استحالة. وفي العالم الخارجي الأفعى بتاعت جي بتبدأ تنتفخ وبتنفجر، أيوة باي وصل للمستوى السادس، القوة المجنونة بتتسرب منه. بيبدأ القتال اللي بيكون منحاز للسيد الشاب جي، مهما انت عملت فانت جسدك منهك يا باي. جي بيمسك ايده وبيحطمها، انت استحالة تقاومني يلا. وعلى الجانب التاني اخوات باي بيسقطوا بعد كتير من الرجل. منغ بيقول لدولينغ ان هي توصل هي وتنفذ المهمة علشان تضحية باي ما تروحش كده. وعند باي بيوقف تاني، الهالة بتبدأ تتسرب منه، دراعه بتبدأ ان هي تشفى. الواد بيستعد تاني، بيبص باصرار شديد بيقول انا استحالة اموت هنا، استحالة حسالة زي ده يخلص على اعظم مقاتل انجبته البشرية، انا هو باي شياو تشين كابوس الاقوياء. بيرفع ايده في السماء، الطاقة بتبدأ تتجمع، ايوه يا جماعة ده بيستخدم تقنية الموجة للارجواني باقصى طاقتها، التشيل ارجواني ابلع يلا. بيهجم ويا لها من قوة، فعلا الهجوم بيوصل لجي، اي نعم بيطلع عايش لكنه بيكون وصل لاقصى حدوده. بيبدأ يستعمل تقنيته المحظوظة، بيجمع الدماء من جسده، بيصنع سيف من الدماء، بيقول له اي حد شاف التقنية ديت خلاص اصبح من الموتى، وانت هتكون واحد من الموتى دولت يلا. باي هنا هو واقف مذهول، ما هذا بحق الجحيم. الهجوم بينزل عليه ولكن هيهات طالع، بتتدخل الصدفة الشقية بتحاول تصد الهجوم ده علشان تنقذ سيدها، ولكن لا حياة لمن تنادي. جي بيزود قوة الهجوم لأقصى حد، الصدفة مش بتقدر تستحمل أكتر من كده، وفعلا الهجوم بينزل على باي، بيحصل انفجار بيهز الجبل بالكامل لدرجة ان دولينغ واللي بتكون بعيدة عنهم بمئات الأمتار بيتم دفعها لحد ما بتسقط من فوق منحدر عالي. عند باي
بيحاول يقوم بيعافر بكل قوته. جي بيقول له خلاص كده انا حاليا رايح علشان اخلص على بقيه اصحابك. باي بيقول له استحاله. بيجوا بيمسكوا من وسطه، بيجوا بسرعه كمحاوله اخيره علشان جي يموت. جي بيحاول يوقفه وبيبدا يلكمه، لكن باي بيكمل. بياخدوا وبيقعوا هما الاتنين من فوق تل عالي جدا. عند دولينغ بتكون مصابه في قدمها وخلاص بيكون حجر النقل بقى قدامها. القصه اتقسمت الاتنين، على جانب باي بيتعذب وهو بيحاول يوقف الكائن ده، والجانب التاني دولينغ بتحاول بكل قوتها علشان توصل لحجر الطائفه. باي بيتحدف على شجره كده، بيكون خلاص حتى الكلام مش قادر ينطقه، لكنه بيقول لجي انت عظم ايدك ياله اضعف من انه هو يقتلني. مستوى التاسع ايه بس ده انت حسالة قدام جدك باي ياله. جي بيسن سيفه بيقرب منه علشان يخلص عليه، وعند دولينغ بتكون اخيرا وصلت بتبلغ الطائفه بكل شيء. وعند باي بيكون جي طعن، لكن بدل ما باي يدافع عن نفسه لا بيشد ايد جي اكتر وبيطعنه بالايد التانية في رقبته. ايوه باي ضحى بنفسه علشان يخلص على الحيوان ده. الصمت هنا بقى سيد الموقف، الهدوء حل على المكان، ولكن ده هو الهدوء ما قبل العاصفة. باي بيقف بيقول ايوه انا عملتها يا جدعان، انا باي شياو تشن نجحت فعلا. وعند الطائفة بتوصل ليهم الاخبار، كاسولو تشن خان الطائفة. الاخ باي حاليا بيقاتل السيد الشاب بتاعه. وقتها جواز الطائفة بيتفعل، جميع الشيوخ بيتجمعوا. نداء الى جميع تلاميذ القسم الداخلي، الكل يتجمع في جبال الضفة الجنوبية. كل اللي في عزلة، كل اللي في مهمة، اي حد بيعمل اي حاجة يسيبها. الكل بيتوجه للجبل، وبالفعل التلاميذ بتبدأ تتجمع. بيتم قرع طبول الحرب. كبير الشيوخ بيتكلم بيقول كاسولو تشن الناكر للجميل اتواطئ مع عشيرة الدماء وخان الطائفة، ذبحوا الابرياء، ابادوا القبائل، لا وكمان قتلوا تلاميذ من طائفتنا. وحاليا التلميذ باي شياو تشن بن جبل جيان غيون بيتقاتل مع آلاف المتمردين. كل ده علشان ينقذ أصدقائه، بيقاتل لحد آخر نفس ومصيره مجهول. إلى كل التلاميذ انطلقوا حالا إلى القتال، أبيدوا المتمردين، أنقذوا أصدقائكم. جميع التلاميذ بيشتعلهم من الحماس ومصفوفة النقل بتتفعل. وعند دولينغ بيقرب منها اتنين مجهولين وبيقولوا إن كده خلاص قد فات الأوان.